السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. النهاردة بقى هعمل معاكم الكيكة القمر ديت بمكون بسيط جدا، وكلنا بنحبه وكلنا بنجيبه بنعمله في البيت، ومكونات بسيطة جدا وسهلة. اول حاجة هنجيب 3 كوبايات من الدقيق، وهننخلهم كويس كده بحيث ان يدخل فيهم الهواء، وانزل عليهم بمعلقة من البيكنج باودر، ورشة من الملح، وهنقلب كل المكونات الجافة دي كده مع بعضينا، وهركنها على جنب. ونبدأ بقى في المواد السائلة. هنزل بأربع بيضات، وعليهم نص معلقة من الفانيليا السائلة. ما عندكيش فانيليا سايلة تحطي باكيتين من الفانيليا البودر، واضربهم كويس كده في الخلاط لحد ما البيض لونه يفتحي كده معانا. وانزل عليهم بكوباية وربع من السكر، وهضربهم برضو مع بعضيهم كده اهوت لحد ما السكر يبدأ يندمج مع البيض ويدينا اللون اللي انتوا شايفينه دوت. هنزل بقى دلوقتي عليهم بكوباية وربع من اللبن الحليب، وهضرب بقى كل المكونات كده مع بعضيها كويس لحد ما السكر يدوب وكله يتجانس مع بعضه. هنزل عليهم بقى بكوباية وربع من الزيت. طبعا زي ما اتفقنا الزيت يكون نوعه حلو، ولا ليه ريحة ولا ليه طعم، عشان ما بوصي الوصفة بتاعتنا. وهضرب بقى كله كده مع بعضه، وهنزل بقى بالمكون الأساسي بتاعنا وهو الكريم كراميل. هنزل بباكيتين من الكريم كراميل، وهنضربهم كده كويس لما كله يتجانس مع بعضيه. وفي نفس الوقت اما بضرب برضو واطول الضرب في الخلاط كده، المكونات بتاعتنا دي بتاخد كده هشاشة وبتاخد هوا. وابدأ بقى انزل على الدقيق بتاعنا بالمكونات السائلة، وهنقلب كده بقى تقليبة حلوة كده اهوت. وهنزل عليهم بمعلقة كبيرة من الخل. الخل بيدي هشاشة كده للعجينة بتاعتنا وللكيكة، وفي نفس الوقت بيخلي قلب الكيكة بتاعتنا فاتح كده ولونه حلو. هقلب بقى كويس الدقيق، واحاول ادوبه كده في المواد السائلة، مخليش فيه تكتلات للدقيق. زي ما انتوا شايفين كده بلم الدقيق من الجناب واجيب من تحت كده لفوق، عشان ما يكونش معانا اي تكتلات دقيق خالص. واقلب كده لحد ما زي ما انتوا شايفين العجينة معانا بقت بالمنظر ده. هجيب بقى القالب بتاعنا، بنزل عليه برشة من الزيت، وابدأ اوزعه كده في الجناب. وانزل عليهم بشوية من الدقيق، وبرضه اوزعه كده على الجناب وعلى الطروف. وهنزل بقى بالمكونات بتاعتنا كلها. في الوقت دوت انا مولعه الفرن بتاعي على درجة حرارة 180. وهضرب بقى القالب بتاعنا كده خبطتين نطلع الهواء، وعلى الفرن على طول. وخدت معانا نص ساعة و5 دقايق بالظبط، وطلعت معانا بالجمال والقمر اللي انتوا شايفينه ده. حاجة كده بمنتهى الجمال ومشهية وجميلة، وتتاكل كده من غير اي حاجة. وده بقى صوص كريم كراميل. انا عملته عبارة عن نص باكت من الكريم كراميل، عليه نص كوباية من اللبن، وربع كوباية من السكر البودر. ضربتهم في الخلاط لما اداني القوام دوت.
وانزل عليهم بقى بالكريم، بالكراميل اللي بيبقى في علبة الكريم كراميل. يدي شكل كده وبيدي طعم برضو معانا مع الكيكة، ويدي شكل مع صوص الكراميل. وزي ما انتوا شايفين كده انا برش عليه كده رش عشوائي، يعني حاجة تدي بس ايه منظر وشكل كده جمالي كده معانا في الكيكة. وزي ما انتوا شايفين كده المنظر قدامنا مشهي كده وجميل. ومش كيكاية دي يا جماعة، دي تورتاية، دي تورتاية مش كيكاية. والطعم والله ما قادرة اقول لكم الطعم جميل جدا. حاجة كده ميكس كده بين الكيكة وبين الكريم كراميل وهشة كده من جوه وليها طعم مختلف. حاجة جميلة جميلة وتستاهل التجربة فعلا. انا اول مرة اعملها بس مش هبطل اعملها من جمالها. هي فعلا طعمها جميل جدا. وانا قلت بقى ادلع بقى ايه الحتة كده بتاعتي شوية وانزل عليها بصوص الكريم كراميل وصوص الكراميل كمان. ازود كده الصوصات كده عليها واعزز النكهة بتاعتها شوية كده قبل ما اكلها. وزي ما انتوا شايفين بقى المنظر قدامكم حاجة والله في منتهى الجمال وحاجة فاخر من الاخر وروعة. واتمنى تجربوها وهتعجبكم جدا. ومكوناتها بسيطة كده جدا. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير بقى، اللي ما اشتركش في قناتي يشترك عشان يوصل لكم كل جديد. واللي هيعملها وتعجبه يا ريت يقول لي في الكومنتات ايه رأيه فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.